المحاكم المصرية يعني ظلم وقهر للمواطن المصري اللي عايش بره او جوه. ده سؤال لأي كائن مصري ربنا ملكه ملك الحكم، من الصغير للكبير للسيسي نفسه. بي ماي جاست. المفروض الرجولة والنخوة والأمانة تخليك ترد أو تساعد أو تغير في الوضع بتاع المحكمة المصرية. احنا هنا في أمريكا القضية بتقعد شهر 2 3 بالكتير، لو عدت ال3 شهور يبقى ظلم في حد ذاتها، لأن المواطن ما ينفعش يستنى ده كله عشان ياخد حقه. في مصر كنت بتفرج في الافلام 20 25 سنة والناس عادي، يعني اللي هو ده الطبيعي، لغاية ما اتلدعنا احنا كعيلة بقالنا 6 سنين 7 سنين في محاكم، مش فاهمين واتس جوين اون، مش عارفين ايه اللي بيحصل، عشان حاولنا نحترم حاجة اسمها قضاء. يقول لك احترم قضاء مين؟ استخدام البلطجة. انتوا عايزين كده؟ الحكم المصري عايز الناس تستخدم البلطجة مع مصر، ولا ربنا اداك كرمك بحكم عشان تبقى عادل مع الناس، عشان تشوف القضاء ده بيعمل ايه مع الناس؟ قاعدين مستنيينهم بقالهم سنين طويلة ليه؟ ليه الوقت كده؟ ممكن السنين دي يكون حد اتشل فيها، ولا حصل فيها حاجة، ولا بنت بعد الشر انحرفت عشان تاخد حقوقها، ولا ابن بعد الشر جاب بلطجية واتسجن بسبب الله. يعني مصايب ممكن تحصل في الانتظار ده عشان البني آدم ياخد حقه. لما بيقولوا God bless America دلوقتي بفهم ليه. وبلدي، بلدي اللي هي المفروض بلد مسلمة، اللي ربنا يعني اداها كل حاجة، ظلمة. think about it. ويا ريت صاحب الملك ده يرد. سلام.